ايها اللمضين الحلوين. لا انا مش لمضة. استني انتي طيب. النهارده اول حلقه من حلقات اللمضه. طبعا انتوا مش عارفين اللمضه ده برنامج ايه جوانا برضه، ومش عارفين احنا هنا ليه. عارفه. استنوا ما تمشوش، عندنا كتير جدا. لا المهم احنا النهارده هنتكلم عن كلمه غريبه جدا معظم الناس ما تعرفش معناها ايه. تعالوا بقى معايا علشان خاطر نعرف معنى الكلمه دي ايه. هنام في الليل. ايه هو علم الانثروبولوجي؟ مش عارفه ايه الانثروبولوجي ده. ايه الانثروبولوجي اصلا؟ تعرفش ايه الانثروبولوجي دي؟ خلينا حاجة تنام كويس. انت تعرفي الانثروبولوجي ولا مش عارفاه ولا انا اقولهولك يعني اقولهولك يعني انت مش عارفه شكلك وانت تقولي لي سؤال وخلاص. الانثروبولوجي اي حاجه. ما اعرفش الانثروبولوجي. الانثروبولوجي هو الانثروبولوجي. انتوا عندكم انثروبولوجي ولا لا؟ لا مش عندي انثروبولوجي ده. مالك؟ انا ما عنديش الانثروبولوجي. انثروبولوجي ما عنديش. اوقات بيكون عندي. لا ما عنديش الانثروبولوجي. انا ذكية فعندي انثروبولوجي. انا عندي لا انا مش عندي انثروبولوجي اصلا. طب ممكن بقى تقولولي فين مكان الانثروبولوجي ده؟ الانثروبولوجي في الغابة. الانثروبولوجي جوانا. معرفش فين الانثروبولوجي دي. الانثروبولوجي في الارض. الانثروبولوجي ده في المتر. الانثروبولوجي في بقي. الانثروبولوجي مكانه في المخ. الانثروبولوجي يبقى تحت السرير. Yep, this is great. Good night, Squidward. لو سمحت جاوبوني، في حد قريب منك عنده انثروبولوجي؟ فارس عنده انثروبولوجي. سواق الباص عنده انثروبولوجي. يلا حبيبتي اركبوا انت ساكتة. انثروبولوجي بقى ماما مش عايزة اروح عشان ماما بقى خايفة ان هي الراجل قدامي. عندي مدرسة عندها انثروبولوجي بس ما بتقولش. ما اعرفش حد عنده الانثروبولوجي دي. صحباتي عندهم انثروبولوجي. لا انا كل حاجه عندي ولاد عمتي. هقول ولاد عمتي. ماري اختي عندها انثروبولوجي. طب ممكن نفكر سوا احنا ممكن نكون بنستخدم الانثروبولوجي ده في ايه؟ بنستخدم انثروبولوجي في الكتابة عشان ننام كويس، عشان يخلي باله في المدرسة. يا راجل بلبسه وانا رايحة في اي حتة. مثلا حاجة في شخصية الانسان. نايس. نعرف كده في دماغنا وتساعدنا وهيسيب حلمك حلو وكمان يحللني بقى سطرة في التمرين وحللني كل حاجة حلو. الانثروبولوجي ده اسم مدينة ألعاب. فأكيد كلنا كأطفال هنستلزمه. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. الانثروبولوجي بحطه في شنطة المدرسة. طبعا الأطفال النهاردة قالوا لي إجابات
جننتني. بس على فكرة معظم الإجابات مش غلط، في حاجات منها صح. عارفين الأنثروبولوجي ده بقى يعني إيه؟ يعني كرومبو. إيه ده؟ أنت مش عارف يعني إيه كرومبو؟ لا. كرومبو ده هو كان عبارة عن ضابط بيحقق في قضايا وبيحاول يجيب المجرمين. علم الأنثروبولوجي بيعمل نفس الموضوع بالظبط، بيعمل زي الضابط، إن هو يحاول يكشف أصول الحاجة، ده ليه وده إيه وده جه منين، لأن هو بيخش في كل حاجة، بيخش في الطب، في الهندسة، في الموسيقى، في التصوير. علم بيكشف ازاي ان انت تقدر تتعامل مع الناس. هو اصلا في الاصل بيدرس الناس اللي كانت عايشة زمان قوي 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 وما كانوش بيقدروا يتعاملوا مع التكنولوجيا مثلا. دلوقتي هو بيحاول يقولك الناس بتعرف تعمل ايه. يعني انت مثلا لو انت جبت لعبة جديدة فانت مش عارف اللعبة دي انا ممكن العب بيها ازاي. ماما ساعات بتطلب منك ان انت تعمل حاجات معينة، انت بتروح قايل لها ليه؟ يعني ايه ليه؟ علشان خاطر تعرف ده بيتعمل ليه. فانت كده تبقى انت اصلا عالم أنثروبولوجي، لان انت عايز تعرف اصول الحاجة جت منين. فهو ده علم الأنثروبولوجي، هو بيقول لنا ازاي نتعامل مع كل حاجة حوالينا، وازاي ممكن نستخدم كل حاجة، وازاي اصلا نتعامل مع الناس. من خلال العلم ده بتدرس ثقافتك اللي هي ازاي ان انت بتتكلم مع ده وتروح مع ده. فعلم الأنثروبولوجي علم مهم جدا في حياتنا. باي باي.